انا حابب اقول كلمتين لكل اخواتي واهلي واصحابي وحبايبي الاهلاويه ولكل جمهور النادي الاهلي. الف مليون مبروك الدوري ال 45 في تاريخ النادي الاهلي. بس انا سميت الدوري ده دوري المزاريطه. ليه دوري المزاريطه؟ لانها كانت مسلسل وكان تمثيليه بادئه من البدايه للنهايه. وفي الاول قالوا لك الدوري ده موجه لبيراميدز وهو اصلا في الاصل موجه للنادي الاهلي. هتقول لي يا عم انت عشان انت بعيد عن المنافسه واحنا خدنا الدوري هتقول لي الدوري موجه للاهلي؟ لا يا باشا، الدوري فعلا والله موجه للاهلي من اتحاد الكوره ومن الرابطه ومن لجنه التحكيم. هتقعد تقول لي بقى انت عايش في مؤامره المظلوميه وعايش في مؤامره مش عارف ايه، لكن يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت بعيد عن المنافسه، الكلام مش ليا، بس الكلام ان الدوري ده دوري المزاريطه. وفعلا الدوري اللي انتوا خدتوه يا اهلي ده ال 45 انا ميزته بكلمه واحده، ايه هي؟ بس هتقول لي ده اتجننت، هتقول لي ما اتجننتش على اللي انا بشوفه في الدوري المصري. بصراحه حاجه نكته وحاجه اخر جنان وحاجه صراحه ما تتخيلش. انت كاهلاوي ليك الحق ان انت تفرح، عشان انت بتنام تصحى تلاقي فيه بطوله، تنام تصحى تلاقي الدوري عندك. انت لو ما لعبتش برضه الدوري عندك، يعني انت مش محتاج تتعب. انت بقى ايه المنافسه اللي انت بتفرح فيها؟ انت كاهلاوي بتفرح بالمنافسه؟ هل في منافسه؟ هل انت شايف في منافسه؟ انت تفرح يوم ما تغلبني، يوم ما تحط عليا، يوم ما تاخد مني البطوله، لكن غير كده انت مش شايف فيه منافسه. الدوري بيجي لك من غير تعب يا باشا. عشان كده انا بقول لاخواتي الاهلاويه الف مليون مبروك على الدوري الفساد، دوري المزاريطه اللي انا سميته بدوري المزاريطه، مسلسل المزاريطه، ومنها برضو مسلسل الكبير جدا، لان فعلا ده كان تمثيليه والتمثيليه راحت والتمثيليه خلصت والحمد لله. وحابب اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.